كنت زمان بقول للناس ايه اللي بتكلم نفسها دي مجانين، او كانوا مجانين وعقلوا. لكن ظهرت بجد والله الجنان اللي بيجي لهم ده مش بيجي لهم كده وخلاص، او هم كانوا مجانين وخلاص، او اساسيين كانوا مجانين. لا، ده الجنان بيجي لهم من التفكير والحياة اللي احنا عايشينها، وضغوطات الحياة، وضغوطات الست اللي معاك، وضغوطات عيالك، وضغوطات الناس اللي في الشارع، والاسعار اللي بتطلع والاسعار اللي بتنزل، والمواقف اللي احنا بنشوفها. بصراحة انا قلت صراحة الناس دول جبل، عشان مش اي حد بيشوفه بيكلم نفسه يبقى مجنون. لا، ده هو عاقل ثم عاقل ثم عاقل. ليه بقى؟ عشان بيكلم نفسه كده، بيقول انا هعمل ايه. مش لازم يطلع صوت، انا هعمل، بيشاور بايده كده انا هعمل، وبيتكلم مع نفسه والله العظيم. مش بيتكلم مع حد، لا هو بيتكلم مع نفسه، بيشاور انا هعمل ايه. يعني المصاريف كتير عليا، ضغوطات جامده جدا، اسعار بتطلع واسعار بتنزل، ضغوطات لما اجي من الشغل، ضغوطات للعيال، ضغوطات للمستقبل، ضغوطات ضغوطات ضغوطات. يفضل يكلم نفسه كده والله العظيم، يقول انا اعمل ايه بالكلام ده. والله انا ذات نفسي انا حسيت الموقف ده والله مع نفسي. انا بقيت اكلم نفسي، او بقيت اشاور، والناس تقول لي انت مجنون. مفيش حد حاسس باللي جوايا، حاسس باللي جوايا بس هو ربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي اي حد تشوفه بيكلم نفسه، والله يا جماعه ده مش مجنون. سيبوه، ربنا يعلم هو فيه ايه، ولا معاه ايه، ولا حياته فيها ايه. ربنا يكون ربنا يعون كل واحد. احلى مسا عليكم.